السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل النهاردة الجزء الثاني من ال ECG. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن بعض البيزكس وفصلنا موضوع الأكسس والإلكترال كوندكشن في الهارت، وعرفنا كمان ازاي بنحط الليدز سواء ليمب ليدز وشيست ليدز. ده الجزء الثاني بقى ان شاء الله هنتكلم عن how to interpret ال ECG، ازاي نعمل interpretation لل ECG. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم هنشوف في حاجة اسمها ال ECG جرافر. يعني كيف يمثل ال ECG على الورقة اللي هي ورقة الرسم البياني دي. هو مبدئيا لازم نتكلم عن حاجة، الجهاز بتاع ال ECG بيبقى فيه بارامترز معينة، وبنبقى عاملين له معايرة معينة بحيث يطلع ال ECG بالطريقة اللي احنا شايفينها، ونعرف الويفز دي بتاخد وقت قد ايه وبتاخد فولت او جهد قد ايه. فالسبيد بتاع الورقة 25 مليمتر في الثانية، و الفولت عايزين نفهم في حاجة اسمها الستاندرايزيشن. ايه بقى هو الستاندرايزيشن ده؟ اللي هو زي معايرة بحيث ان المربعين الكبار بيساووا 1 ملي فولت. المربعين الكبار طبعا المربع اللي هو مربع كبير فيه 5 مربعات صغيرة، يعني فيه 5 ملي، 5 ملي و5 ملي اللي هو مربعين كبار، 5 ملي و5 ملي يبقى 10 ملي، ال5 ملي و5 ملي يبقى 10 ملي. ال10 ملي دول بقوة أو بجهد 1 ملي فولت. تمام الكلام؟ يبقى ده بنسميه ده ستاندرد. طيب احنا ممكن بيبقى فيه حاجات أعلى من 1 ملي فولت، وفي حاجات أقل من 1 ملي فولت، ده على حسب الستاندرد بتاع الجهاز. ده على حسب الستاندرد بتاع الجهاز. ده طبعا دي نقطة مش مهمة قوي في ال ECG. بيقول لك في حاجة اسمها نورمال ستاندرايزيشن، ده بيبقوا اللي هو الحتة دي مربعين كبار. في بقى حاجة اسمها هاف ستاندرايزيشن، ده بيبقى مربع كبير واحد بس. في حاجة تانية اسمها دبل ستاندرايزيشن، وده بيبقى 4، يعني بيبقى 2 ملي فولت. تمام. طيب فايدته زي ما احنا عارفين ان احنا على اساسه بنقول الويف دي لما تكون مثلا اكتر من مربعين او اكتر من مربع بنقول انها برولونجد، او الويف دي عالية او قوية. ده على حسب الستاندرد اللي احنا بنقيسه من الاول. بس الستاندرد العادي اللي كل الناس ماشيه عليه اللي هو الستاندرد او النورمال ستاندرايزيشن، اللي هو بيبقى المربعين الكبار 1 ملي فولت اللي هم 10 ملي. طيب برضو لازم نفهم حاجة مهمة جدا، ان المربع الصغير او المربع الكبير فيه 5 مربعات صغيرة. المربع الصغير الزمن بتاعه 4/100 ثانية، 4/100 ثانية. تمام. فبالتالي المربع الكبير لو ضربنا في 5 هيبقى كام؟ 2/10، هيبقى 2/10. يبقى المربع الصغير 4/10 ثانية، فهنضرب في 5 عشان نعرف زمن المربع الكبير، هيبقى 2/10 ثانية. تمام. طيب الفكرة وطبعا عارفين ان المربع الكبير المربع بيساوي نص ملي فولت، والمربعين الكبار 1 ملي فولت زي ما احنا شايفين. يبقى ده عرفنا موضوع الزمن والجهد. طيب ازاي بقى نعمل interpretation لل ECG؟ ازاي لما يجي لنا ورقة ال ECG نعرف نقرأها؟ لازم عشان نقرأ ال ECG نعرف النورمال بتاع ال ECG عشان نفهم الابنورمال او نفهم الامراض ماشيه في ازاي. هنمشي على نقط معينه كده، لازم في كل ورقه ECG اطلع النقط دي. من خلال النقط دي ومن خلال التغيرات في الحاجات دي هنعرف الابنورمال. اول حاجه الريت، تاني حاجه الريتم، تالت حاجه الاكسس، رابع حاجه بنشوف الويفز بقى، البي ويف والبي ار انترفال والكيو ار اس كومبلكس والاس تي سيجمنت والتي ويف والكيو تي انترفال والسبيشال ويفز زي اليو ويف. تمام، زي اليو ويف. يبقى بنعرف نقط معينة كده. النقط دي ال10 نقط دي
لازم نوفيهم في اي نقطة اي ECG، وان شاء الله نقدر نوصل للتشخيص بتاع الECG. بأول حاجة بنعرف الريت، بعد كده الريزم، بعد كده الاكسس ده نشوف هو رايت اكسس ديفيجن ولا ليفت اكسس ديفيجن. بنعرف البي ويف دي شكلها ايه، هل موجودة اصلا ولا مش موجودة، طيب شكلها مظبوط ولا انفيرتد مثلا ولا مش موجودة خالص، ولا فايبرولاتري بي ويف. البي ار انترفال ده هل هو برولونجد بي ار انترفال ولا عادي ولا شورت بي ار انترفال. الكيو ار اس كومبلكس هل هو شورت ولا وايد كيو ار اس كومبلكس ولا ديفورمد اصلا. الاس تي سيجمنت بنعرفها برضو نفس الكلام، هل الاس تي سيجمنت دي ديبريسد. المفروض الاس تي سيجمنت دي بتبقى حاجه اسمها ايزو الكتريك. يعني ايه ايزو الكتريك؟ يعني خط مستقيم. طيب لو نزلت، لو طلعت ديبريشن اليفيشن، هنعرف الكلام ده. نشوف التي ويف، هل التي ويف دي هل هي بيكت تي ويف ولا فلات تي ويف ولا انفيرتد تي ويف، واخد بالك. الكيو تي انترفال هل هو وايد كيو تي انترفال ولا شورت كيو تي انترفال. بنشوف لان في حاجات بتعمل وايدنج للكيو تي انترفال وحاجات بتعمل شورتنج للكيو تي انترفال. السبيشال ويفز زي اليو ويف اللي بتظهر مع حالات الهايبوكاليميا، نعرف الكلام ده واحده واحده كده مع بعض. رقم واحد، اول حاجه هنتكلم عليها هو الريت. الريت ده مهم جدا. طيب بنعرف الريت ازاي، او ايه هي فكره الريت اصلا. احنا قلنا ان الزمن بتاع المربع الكبير بيساوي 2/10 ثانيه، تمام. طيب يبقى المفروض احنا بنحسب الريت بير مينت، صح. احنا بنقول ان هو بير ايه، بير مينت يعني في الدقيقه. طيب الدقيقه فيها كام ثانيه؟ فيها 60 ثانيه، صح ولا غلط؟ صح. طيب ازاي بنعرف الريت؟ الريت حسب هو ريجولر ولا irregular. ريجولر يعني مسافات بين الار والار متساوية، تمام. لو irregular لا، المسافات مش متساوية. حلو الكلام. طب بنعرف الريت ازاي؟ احنا قلنا ان المربع الكبير 2/10. احنا ممكن نعملها على احنا قلنا ان المربع الكبير بتبقى الزمن بتاعه 2/10 ثانية، صح. طيب احنا بنحسب الريت بحاجة اسمها بيت بير مينت، يعني بنحسب في المينت. المينت دي كام ثانية؟ 60 ثانية. أنا عايز أعرف عدد المربعات في 60 ثانية. عدد المربعات في 60 ثانية بيساوي 60 على زمن المربع الواحد، صح. يبقى بيساوي كام مربع؟ 300 مربع في خلال دقيقة. 300 مربع في الدقيقة. طيب أنا عايز أعرف الريت. الريت بيساوي المسافة بين الار والار، المسافة بين الار والار بنعرفها وبنقسم عليها 300. هنا بيقولك ايه؟ 300 على المسافة بين الار والار. انا اسف، هي المفروض 300 اللي هي يعني ايه 300؟ 300 ده اللي هو عدد المربعات في خلال دقيقة، وانا عندي المسافات بين الار والار. يبقى الريت بيساوي 300 على عدد المربعات بين الار والار. ده لو كان اصلا الريتم منتظم، يعني لو كانت المسافات بين الار والار متساوية، يبقى 300 على الار والار المربعات الكبيرة البيج سكوير. طيب او 1500 على المسافات بين الار والار بس بالمربعات الصغيرة. طب ما احنا ضربنا في 5 لان المربع الكبير فيه 5 مربعات صغيرة، فضربنا في 5 فوق وفي 5 تحت. طيب لو هو irregular، بنعمل ايه؟ بنقسم 300 على الافريج. بنقسم 300 على الايه؟ على الافريج. ايه بقى هو الافريج؟ الافريج ده هو المين او المتوسط. طبعا المتوسط زي ما احنا عارفين، متوسط عدد المربعات بين الار والار. المتوسط هو عدد القيم على عددها. عدد القيم بالعربي بقى على عددها. الموضوع هيبقى سهل جدا. بعد كده الريزم، هل هو ريجولار ولا irregular؟ طب هو ساينس اصلا ولا مش ساينس؟ ايه بقى فكرة ساينس ومش ساينس؟
ساينس معناها انه بادئ بالبي ويف، يبقى كلمة ساينس معناها انه بادئ بالبي ويف وبعدها الكيو ار اس، يبقى بيبدأ بالبي ويف وبعدها الكيو ار اس كومبلكس. تمام. انما لو مفيش بي ويف وبادئ بالكيو ار اس يبقى هو مش ساينس، ممكن يبقى نودل، ممكن يبقى سوبرا فنتريكولر، خد بالك. انما طالما في بي ويف موجوده، تمام، يبقى هو غالبا من الاتريا او الاس اي نود. انما لو غير كده يبقى هو مش ساينس. ساينس كلمه ساينس يعني ترمز للاس اي نود، كلمه اس اي نود. تمام. فهو بيقول لك احنا بنشوف البي ويف دي او البي ويف اولويز بوزيتيف في الليد 2. هي اصلا احسن مكان بنشوف فيها البي ويف هو الليد 2، وبتبقى نيجاتيف في الاي في ار، دي نعرفها مهمه جدا. يبقى بتبقى نيجاتيف في الاي في ار وبوزيتيف في الليد 2. طيب نعرف هي ريجولار ولا irregular على حسب المسافات بين الار والار. لو كانت متساويه يبقى ريجولار، لو كانت مش متساويه يبقى irregular. الاكسس ديفيجن اتكلمنا فيها كتير المحاضره اللي فاتت، بس عايزين نجيبها من الاخر كده. احنا قلنا ان النورمال اكسس من سالب 30 لموجب 90، اللي عايز يعرف التفاصيل من المحاضره اللي فاتت. ليفت اكسس ديفيجن يعني اكتر من سالب 30، ورايت اكسس ديفيجن اكتر من بوزيتيف 90. الفكره من الاخر كده عايزين نعرف هو ليفت اكسس ديفيجن ولا رايت اكسس ديفيجن. بنبص على حاجتين، بنبص على ال 1 والاي في اف. يبقى بنبص على ال 1 والاي في اف، لو لقيناهم زي ما احنا قلنا كده يعني بطريقه بسيطه، لو لقيناهم كده، اسف، لو لقيناهم كده يبقى ايه؟ يبقى ده يعتبر رايت اكسس ديفيجن. طب لو لقيناهم كده خاصمين بعض، الويف عامله كده، لو هما مخاصمين بعض بعدين عن بعض كده يبقى ده ليفت اكسس ديفيجن. طب لو هما كده مقربين من بعض كده، مش عارف هي ليه بتعمل كده، لو هما كده يعني البوزين قصاد بعض يبقى رايت اكسس ديفيجن. شرحنا طبعا الكلام ده بالتفاصيل. النورمال طبعا ان هما يبقوا مع بعض كده، يبقى الليفت اكسس ديفيجن خاصمين بعض، الرايت اكسس ديفيجن بيبصوا لبعض. طيب ده كلام بسيط وشرحنا الكلام ده كله المره اللي فاتت. طيب البي ويف بقى الكلام عليها مهم جدا. البي ويف نعرف اهم حاجه الزمن بتاعها والطول بتاعها عامل ازاي. طبعا الطول بتاعها هنلاقيها واخده يعتبر مربع ونص، يعتبر مربع ونص. لو شفناها هنا كده في الرسمه دي هنلاقي واخده ايه؟ مربع صغير ونص، حاجه بسيطه جدا. بيقول لك 2.5 في 2.5، يعني 2.5 في 2.5، حاجه صغيره جدا. ممكن تاخد لغايه 2.5، مربعين ونص عادي. يبقى مربعين ونص، مربعين ونص صغيرين. بنشوفها احسن حاجه فين؟ في الفي 1 والال 2، بس ال 2 اهم حاجه، ال 2 وبي 1 بنشوف فيها احسن حاجه البي ويف. تمام. ودايما بتبقى قبل مين؟ قبل الكيو ار اس. طب بتمثل ايه البي ويف؟ بتمثل الاتريال ديبولاريزيشن، اللي بعد كده بيجي بعده الاتريال كونتراكشن. يبقى كلمه ديبولاريزيشن كده بتكلم على الاكشن بوتنشال. اما انا اقول كونتراكشن لا، ده كونتراكشن، انقباض عضلي. يبقى طبعا الاكشن بوتنشال هو اللي بيسبق الانقباض العضلي، فبالتالي هي بتمثل ايه؟ الاتريال ديبولاريزيشن. تمام. طيب بعد كده في حاجه اسمها البي ار انترفال. مبدئيا احنا لازم نفرق بين الانترفال والسيجمنت. نعرف ازاي الفرق ما بين الانترفال والسيجمنت. اما اقول لك كلمه سيجمنت يعني خط، يعني ايزو الكتريكال لاين، تمام، يعني بيبقى على الخط على طول. طيب انترفال يعني ويف وخط، يعني ويف زائد سيجمنت. ده الفرق ما بين الانترفال والسيجمنت. نجيب امثله عليها من الاي سي جي. احنا عندنا في الاي سي جي لو رسمنا الاي سي جي كده بنبدا بالبي ويف وبعد كده الكيو ار اس وبعد كده في الاخر التي ويف، صح؟ نبدا بالسيجمنتس. فين السيجمنتس اللي موجوده عندنا؟ احنا عندنا بي ار سيجمنت وعندنا اس تي سيجمنت، صح؟ عندنا اس تي سيجمنت وبي ار سيجمنت.
طيب يعني ايه سيجمنت؟ زي ما احنا قلنا ان هي عبارة عن ايزو الكتريكال لاين، يعني لاين مفهوش كهرباء من الاخر، يعني لاين مفيش فولت فيه. كلمة ايزو الكتريك، كلمة ايزو الكتريك يعني مفيش كهرباء، يعني 0 فولت. تمام. انما ويف لا، في فولت، الويف فيها فولت، واخد بالك؟ طيب يبقى عرفنا فكرة السيجمنت. احنا عندنا تو سيجمنت، البي ار والاس تي. اهم واحدة الاس تي، بنعرف هي ديبريست ولا elevated ازاي. يعني اما اقول كلمة ST elevation، عارف شكلها بيبقى عامل ازاي؟ شكل ال ST elevation بيبقى عامل كده، بص المنظر بيبقى عامل كده، ده شكل ال ST elevation. طيب شكل ال ST depression بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده، تقوم نازلة كده لتحت كده، واخد بالك؟ هنعرف الكلام ده بعدين امتى بيحصل كده وامتى بيحصل كده. يبقى دي السيجمنت. طيب ازاي اعرف بقى الانترفال او ايه هو الانترفال؟ هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيجمنت وويف، سيجمنت وايه وويف. طيب نجيب امثله عليها. اول حاجه في حاجه اسمها بي ار انترفال. ايه بقى هو البي ار انترفال ده؟ احنا عندنا تو انترفالز، تمام. بي ار انترفال لو رسمنا تاني الاي سي جي كده، ده البي كيو ار اس تي، ماشي. ده ايه؟ دي البي ويف ودي الكيو ار اس. اما اقول كلمه بي ار انترفال بتبدا من البي ويف لغايه اول الايه كيو ار اس، يعني من اول هنا كده لغايه هنا، تمام. وبنعرف هي برولونجد ولا لا، لانها لو هي برولونجد هنعرف قد ايه بالظبط. لو هي برولونجد بيبقى بيحصل حاجه زي هارت بلوك، تمام الكلام. طيب ده بالنسبه للبي ار انترفال. طب في حاجه بقى اسمها كيو تي انترفال. كيو تي يعني من اول الكيو خدت الكيو ويف، وخدت الكيو تي سيجمنت، وكمان خدت التي ويف وانتهت عندها. يبقى واخده تو ويفز وان سيجمنت، تو ويفز وان سيجمنت. برضو دي ميزتها ان احنا بنعرف هي برولونجد ولا شورتند لاسباب معينه. ده البي ار انترفال. مميزاته ايه او ايه الفكره بتاعته؟ انه لما بيبقى برولونجد بي ار انترفال دي في حالات الهارت بلوك، تمام. في حالات الهارت بلوك بيحصل فيها برولونجد بي ار انترفال. ايه اصلا فكره البي ار انترفال؟ هو البي تعتبر اتريال ديبولاريزيشن، والكيو ار اس ده يعتبر ايه فنتريكولار كونتراكشن. ده بيمثل لك وصول الاشاره من الاتريا للفنتركل. لو الاشاره دي طولت او خدت وقت عما توصل وتعمل اتريال ديبولاريزيشن فنتريكولار ديبولاريزيشن، معنى كده ان الموضوع طول، في بلوك، في ايفي بلوك. طيب الزمن بتاع البي ار انترفال بقى الديوريشن بتاعه 12 من 10 ل 2 من 10 ثانيه. يعني ايه؟ يعني هو بالظبط بيمثل تقريبا مربع كبير، يعني هو تقريبا مربع كبير. لو زاد عن مربع كبير البي ار انترفال ده، لو زاد عن مربع كبير، يعني هو يعتبر مربع كبير اهو في الزمن اهو بتاعه، علم عليه بس ده يعتبر مربع كبير. طب لو زاد عن مربع كبير يبقى الموضوع فيه prolonged بي ار انترفال. طيب بعد كده الكيو ار اس كومبلكس. الكيو ار اس كومبلكس عبارة زي ما قلنا أو هو بيمثل إيه الكيو ار اس كومبلكس؟ بيمثل الفنتريكولار كونتراكشن، الفنتريكولار ديبولاريزيشن اللي بعد كده بيسبب كونتراكشن. يبقى بيمثل إيه؟ الفنتريكولار ديبولاريزيشن، تمام. طب الزمن بتاعه زي ما احنا شايفين بالظبط، هو عبارة عن مربعين صغيرين، بالظبط هو مربعين صغيرين، المسافة بتاعته مربعين صغيرين. انما الفولت بتاعه وده الاهم يعني مهم جدا بالذات في حالات اللي هي الفنتريكولار هايبرتروفي، ليفت فنتريكولار هايبرتروفي ورايت فنتريكولار هايبرتروفي. لازم نفهم ان هو واخد يعتبر مربعين ونص. واخد قد ايه؟ مربعين ونص. هو واخد مربعين ونص زي ما احنا شايفين. يبقى الكيو ار اس كومبلكس يعتبر كزمن واخد بالظبط مربعين صغيرين. طيب كطول بقى او كفولت، ده دلالة على
زي ما احنا قلنا اللي هو الهايبرتروفي، سواء ليفت فنتريكولار هايبرتروفي او رايت فنتريكولار هايبرتروفي، واخد مربعين ونص. ده مهم نعرفه. ده بقى حاجة برضو مهمة جدا، وهي البروجريشن بتاع الكيو ار اس. الفكرة ان الكيو ار اس بيبدأ من اول ال V1 لغاية ال V6، بيبقى مختلف شوية. بمعنى ايه؟ الار بتبقى صغيرة، فبيحصل حاجة اسمها ار بروجريشن واس ريجريشن. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى هو تدرج الكيو ار اس كومبلكس في ال V من اول ال V1 لغاية ال V6. ايه تدرج الكيو ار اس؟ الكيو ار اس بيحصل فيها حاجة مهمة جدا، بيحصل حاجة اسمها ار بروجريشن، وحاجة اسمها اس ريجريشن. يعني الار بتكبر والاس بتصغر. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قالك من اول ال V1 V2 و V اخر واحدة V5 و V6. الاس بتبقى في الاول كبيرة. الكلام ده مهم جدا عشان موضوع الليفت فنتريكولار هايبرتروفي والرايت فنتريكولار هايبرتروفي، هناخدهم بعدين في الباثولوجي. يبقى اول حاجة بتبقى الاس كبيرة والار صغيرة، يبقى الاس اكبر من الار هنا في الحالة دي. تمام. بعد كده الار بتكبر لغاية ما الار بتبقى في الاخر اكبر من الاس، والشكل اللي احنا عارفينه. يبقى الاس بتبدأ بتتدرج كده، بتبقى اكبر من الار، فالار في الاخر بتعمل ريمونتادا عليها. يبقى اول حاجة الاس بتبقى عاملة كده والار صغيرة يا عيني، واخد بالك؟ بتبقى كده. واحدة واحدة الاس بتصغر شوية، تبدأ الار تكبر في الاخر بقى لغاية ما بنوصل للشكل الاساسي بتاعنا اللي هو في V5 و V6. بتدينا الشكل ده اللي هو ده الاس صغيرة خالص وملهاش اي 30 لازمة، والار كبيرة. ده الشكل ده بيبقى في V5 و V6. هناخد بعد كده في الليفت فنتريكولار هايبرتروفي، مش عايز اسبق، بس لما بيحصل exaggeration of normal يبقى left ventricular hypertrophy. يعني ايه exaggeration of normal؟ يعني في حالات ال V1 وال V2 الاس بتبقى اكبر من الاول، تمام، او في حالات ال V5 وال V6 تبقى الار اكبر. تمام. يبقى ده اسمه exaggeration of normal. انما في الرايت ventricular hypertrophy بنسميه reversal of normal. يعني ايه؟ يعني الدنيا بتتشقلب، بيبقى في ال V1 وال V2 بتبقى الار اكبر من الاس، وفي ال V5 وال V6 الاس اكبر من الار. reversal of normal يبقى رايت ventricular. افتكرها بكده. يلا عشان ايه بنضحي. يبقى reversal of normal يبقى right ventricular failure. طيب exaggeration of normal يبقى left ventricular hypertrophy. وده تسريب بقى لايه لمحاضرة الليفت ventricular والرايت ventricular hypertrophy. بالنسبة بقى للST segment، الST segment هي عبارة عن isoelectrical line، يعني خط ما ينفعش لا يطلع ولا ينزل. تمام. في اسباب بتطلعه، في اسباب بتنزله. في حاجات بتعمل ST elevation، في حاجات بتعمل ST depression. دي حاجات نحفظها، حاجات مهمة جدا. الحاجات اللي بتعمل ST elevation معروفة جدا، وهي الاكيوت MI، الذبحة او جلطة القلب، والبرنزاميتال انجينا او الفاريانت انجينا او السبازميك انجينا، اللي هي الانجينا اللي بيبقى سببها كوروناري سبازم. يبقى اكيوت MI وبرنزاميتال انجينا، وكمان بيحصل بيريكاردايتس. طب ايه الفرق ما بين الاكيوت MI في الاس تي سيجمنت في الاكيوت MI والاس تي سيجمنت في البيريكاردايتس؟ يبقى الاس تي سيجمنت اليفيشن بيبقى موجود في اول ليدز في حالات البيريكاردايتس. طب في حالات الام اي بيبقى موجود حسب الوول الانفولفد، او بنسميها توبوجرافيك. يعني ايه توبوجرافيك؟ يعني according to wall، حسب الوول الانفولفد، inferior wall ولا anterior wall ولا posterior wall، على حسب. طيب دي الحاجات اللي بتعمل ST elevation. في حاجة كمان الفنتريكولر انيوريزم. بالنسبة للفنتريكولر انيوريزم بيبقى فيه persistent elevation للST. هو الطبيعي ان المفروض الفنتريكولر انيوريزم ده complication of MI. تمام. المفروض بيبقى فيه مع الMI ST elevation. ST elevation ده مع الوقت بيتحول لحاجة اسمها Q wave او pathological Q.
طيب لو لقينا بقى ان الاس تي elevation ده مستمر، لسه مستمر، بنشك في الانيوريزم. تمام، يبقى ده معناها كلمة persistent elevation، لان الطبيعي انها بتتحول بعد كده بتبقى الاس تي سيجمنت بتبقى عادية، وبيبقى مكانها الكي ويف اللي هي بتدل على الاولد ام اي. طب لو فضلت الاس تي مستمرة، سي elevation مستمرة، يبقى ده ventricular aneurysm. طيب الاس تي ديبريشن، ايه اسباب الاس تي ديبريشن؟ الاس تي ديبريشن اسبابها الذبحه مش الجلطه. الذبحه اللي هو الالم اللي بيجي بس، اللي هو الكوروناري انسفشنسي. يبقى اسباب الذبحه هو الكوروناري انسفشنسي، نوت الكوروناري ثرومبوزس او اللي بيحصل، مش الام اي. الديبريشن يبقى اللي هو الانجينا. الانجينا بيجي معاها اس تي ديبريشن. ايه كمان بيحصل مع ديبريشن؟ افتكر دي مع الدي، ديجيتاليس توكسيستي، ديبريشن مع ديجيتاليس، وهايبرتروفي وذ سترين، اللي هو لما بيحصل هايبرتروفي للليفت فنتريكل او رايت فنتريكل مع سترين، لما يكون في مثلا اللي هو بريشر اوفرلود، حاجه اسمها بريشر اوفرلود، لما يكون في هايبرتنشن مثلا، سواء بالمونري هايبرتنشن او سيستميك هايبرتنشن. يبقى الاس تي ديبريشن اهم حاجه نعرفها انها بتحصل مع الاكيوت الانجينا بيكتورس، انما الاس تي اليفيشن بتحصل مع الام اي والبريكاردايتس والبرنزيماتال انجينا. ولو بريزيستنت اليفيشن دي الاس تي سيجمنت يبقى ventricular aneurysm. وازاي بنفرق ما بين الاس تي elevation في الام اي والاس تي elevation في البريكاردايتس؟ ان البريكاردايتس بتبقى في الاول ليدز، انما الاكيوت ام اي بيبقى حسب الوول او according to الوول، وبيبقى توبوجرافيك برزنتيشن. بعد كده الكيو تي انترفال، احنا عرفنا الكيو تي انترفال اللي هو بيبدا من الكيو ويف وبينتهي لغايه اخر التي ويف. الميزه ان احنا نعرف الكيو تي انترفال ده، ان احنا نعرف هو برولونجد ولا عادي او شورتن. اهم حاجه نعرفها نركز فيها، لان دي اللي بتيجي في الاختيارات وفي الاسئله، الكالسيوم. تمام، الكالسيوم فين؟ الكالسيوم اهو، هايبوكالسيميا. يبقى البرولونجد كيو تي انترفال بيعمل هايبوكالسيميا، انما الشورتن كيو تي انترفال بيعمل هايبركالسيميا. نفهمها مع بعض بطريقتي بحيث ما ننساهاش ابدا. الكالسيوم وظيفته في الهارت زي وظيفته في اي مصل. وظيفته ايه؟ انه بيعمل كونتراكشن. لما يحصل نقص في الكالسيوم، يبقى الكالسيوم ده مسؤول عن الكونتراكشن، ومسؤول كمان عن عملية الريلاكسيشن، مسؤول عن عملية الايه؟ الريلاكسيشن. فبالتالي لما يحصل نقص في الكالسيوم هيحصل ان العضلة مش عارفة تريلاكس. تمام، فبتبقى في حالة سبازم على طول. ده زي ما بيحصل في التيتاني. افتكر التيتاني، في التيتاني لما بيحصل نقص في الكالسيوم بيحصل كونتراكشن في المصل، مش بيحصل ريلاكسيشن. فبالتالي الوقت اللي بتاخده الويف عشان تعمل ريلاكسيشن بيبقى متأخر، او الوقت ده بيبقى طويل، برولونجد. تمام، نفتكرها بالطريقة دي. انما في حالة شورتنج كيو تي انترفال، في حالات الهايبر كالسيميا، لا الكالسيوم موجود وكتير، فعادي الريلاكسيشن هيحصل بسرعة. عارف انت الشد العضلي؟ في الشد العضلي اللي هو ما بيحصلش ريلاكسيشن بسبب نقص الايه؟ نقص الكالسيوم. فبالتالي الموضوع بيطول، يعني برولونجد كيو تي انترفال. انما في الحالات اللي هي الهايبر كالسيميا تبقى شورت. انا بتكلم من ناحيه العضله، طبعا الكلام ده يعني علميا مش صحيح قوي، لان احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على اللي بيحصل اصلا في الاشاره اللي ماشيه في الكهرباء، يعني اللي ماشيه في كهرباء القلب، اللي هي البركنجي فايبرز والايف باندل والكلام ده. احنا مش بنتكلم على العضله بس. هي افتكرها بالطريقه دي، اللي هو في حالات التيتاني اللي هي نقص الكالسيوم، اللي هي الهايبوكالسيميا، بيبقى فيها برولونجد. نحفظها، بنحاول نحفظها بالطريقه. طبعا بيحصل برضو حاجات تانية زي ادويه، لما بناخد ادويه الاريزميا زي الاميادرون والكينيدين والبروكيناميد. تمام، وبرضو الحاجات زي مهم برضو نعرف الكلام ده، الفلوروكينولونز والفينوسايزينز والفينو او بنتامادين والهايبوثيرميا. دي مهمة جدا، شفتها برضو في كذا حاجة. يبقى برولونجد كيوت انترفال بتحصل فيه كذا حاجة. وبتحصل كمان نضيف الدواء ده اللي هو الإريثرومايسين. ده أحد الماكرولايدز في الأنتيبيوتكس.
برضو بيعمل prolonged QT interval، نعرفه برضو من الأدوية اللي بتعمل prolonged QT interval، والهايبوثيرميا والهايبوكالسيميا. إنما الشورتنج QT interval الهايبركالسيميا دي نعرفها ومهمة جدا. بعد كده اليو ويف. اليو ويف مميزة جدا. ميزة اليو ويف إنها بتظهر في حالة مهمة جدا، وهي حالة نقص الكالسيوم أو حالة الهايبوكاليميا، في حالات الهايبوكاليميا والديجيتال توكسيستي، بس أهم حاجة الهايبوكاليميا. تمام. اليو ويف دي بتبقى بعد التي ويف، يعني بعد ما بتظهر التي ويف بيظهر بعدها اليو ويف. دي مش مهمة أوي، بس نعرف إنها بتبقى مع حالات الهايبوكاليميا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.